سواء كنت سيادتك من المؤيدين أو المعارضين أو حتى المنتظرين الطعن على مواد القانون الجديد بعدم الدستورية، خلاص القانون صدر بشكل رسمي وهيطبق ابتداء من أغسطس 2025. نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025 القانون رقم 164 لسنة 2025 والخاص بإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية ما بين المؤجر والمستأجر، والمتعارف عليه تعديل أحكام قانون الإيجارات القديمة. سبق إن احنا تناولنا مواد القانون بشكل مفصل في فيديوهات سابقة، لو حابب ارجع ليها. أما في الفيديو ده حابب أوضح لسيادتك سواء كنت مؤجر أو مستأجر إيه هي الخطوات العملية اللي أنت يجب إنك تراعيها وفقا لأحكام القانون الجديد. أولا فيما يخص السيد المستأجر، خلاص القانون أقر بشكل رسمي زيادة القيمة الإيجارية لعقود الإيجارات القديمة سواء كان سكني أو غير سكني. فيما يخص بالعقود الإيجار القديمة السكنية، القانون هنا قسم العقارات القديمة إلى 3 فئات. الفئات المميزة الأجرة مش هتقل عن 1000 جنيه. الأماكن المتوسطة الأجرة مش هتقل عن 400 جنيه. الأماكن الاقتصادية الأجرة مش هتقل عن 250 جنيه. أما فيما يخص الأماكن الغير سكنية هتزيد 5 أضعاف القيمة المتفق عليها، والزيادة دي هتزيد بنسبة 15% كل سنة وبشكل دوري. علشان كده ابتداء من شهر أغسطس 2025 يجب سيادتك تلتزم بالقيمة الإيجارية الجديدة المنصوص عليها في مواد القانون. الشق الآخر فيما يخص انتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة. القانون خلاص أقر انتهاء العلاقات الإيجارية الأبدية أو حتى امتدادها، وحددها المشرع 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن الغير سكنية. والقانون كلف الحكومة بتوفير البدائل المناسبة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، سواء حتى كانت على سبيل الإيجار أو التمليك للسادة المتضررين من أحكام ذلك القانون. بالإضافة لذلك جعل لهم القانون الأولوية في أسبقية الحجز للوحدات السكنية أو غير السكنية اللي بتنشرها الحكومة بشكل دوري. تاني نقطة، الحقوق الجديدة اللي أقرها المشرع للسيد المؤجر اللي هو مالك العقار. القانون كفل له الحق إن هو يلجأ لقاضي الأمور الوقتية وإنه يطلب فسخ العلاقة التعاقدية في حالتين. الحالة الأولى لو كانت الوحدة السكنية مغلقة لمدة أكتر من سنة بدون مبرر. الحالة الثانية لو عرف المؤجر إنه يثبت إن المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية وتعمل. في الحالتين دول هيحق للمؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية التابع له العقار الخاص به، وإن هو يطلب بفسخ العلاقة التعاقدية وطرده من المكان، وهيتم الحكم والتنفيذ في أسرع وقت. أخيرا سواء كنت سيادتك من المؤيدين أو المعارضين أو حتى المنتظرين الطعن على مواد القانون الجديد بعدم الدستورية، خلاص القانون صدر بشكل رسمي وهيطبق ابتداء من أغسطس 2025. فيجب أنك تلتزم بأحكامه وتطبق نصوصه علشان تحافظ على وضعك القانوني وفقا لأحكام القانون الحديث.